حرفيا يعني نيرة ما انتحرتش، نيرة اتقتلت. انا ماهر في كليه طب بيطري جامعه العريش. انا كنت صديقه نيرة المقربه. كنت حابه اتكلم يعني عن الحقيقه وعن اللي حصل، يعني حابه اتكلم عن كل حاجه حصلت. نيرة وشروق كانوا قريبين قوي من بعض، كانوا دايما مع بعض، يعني هم اصلا قاعدين في اوضه واحده، يعني غرفه واحده. نيرة نيرة بني ادمه كله كان عارف عليها انها انسانه محترمه. كنت 24 ساعه تحت قاعده معاهم. كنت بذاكر معاهم وبنزل 24 ساعه وببات معاهم في الاوضه. ف لا، نيرة انسانه عاقله وبني ادمه قويه، بس حسب الله ونعم الوكيل تاني سبب. لما نزلنا سافرنا سوا، شروق ونيرة كانوا قاعدين لحالهم في الاوضه، قعدوا شروق وطه كانوا مرتبطين، يعني مصاحبين بعض، وكان حاولت تنصح شروق مليون مره انها ما تمشيش مع طه ده وتبعد عنه. شروق ما سمعتش ليها. شروق ما سمعتش كلام نيرة. شروق من عادتها انسانه قويه، ما حدش يجي عليها، ما بتحبش تطلع نفسها غلطانه حتى لو هي غلطانه. انت بتتهميني، انت مش كويسه، انا هعرفهم حقيقتك. انت اللي عامله فيها شيخه، بتقيم الليل في السكن، كل الحوارات دي قالتها يعني. فخلت نيرة نايمه. فتحت الموبايل بتاعها، اخدت صور منها بشعرها طبيعي، فبركت شات. حسب الله ونعم الوكيل، شات كلام مش كويس. بعتت الصور دي لطه. طه ما خلاش حد غير بعته يعني الشتات والحاجات دي كلها. هددوها، يعني سكن كنا مسافرين فجينا. فشروق خلت نيرة تطلع تذاكر في الاوضه اللي فوق، فقالت انا عايزه احكي لكم حاجه، وقفلت الباب. وقالت انا مصدومه. انا عايزه احكي لكم نيرة بتعمل ايه. نيرة كانت بتغفلنا. نيرة بني ادمه مش كويسه. فورتنا الشتات اللي هي مفبركاها، شتات متفبركه، استحاله تكون حقيقيه. مفيش الكلام ده. انا واثقه في نيرة، انا عارفه نيرة عليها. نيرة يعني لو بتعمل حاجه غلط مش هتعرف حد الرمز بتاعها. روق اخدت لها صور وهددتها بيهم. ماشي الكلام شروق. فعلا نيرة طلعت من الاوضه ونقلت اوضه فوق. بس انا مش عارفه اجمع كلام. نيرة دخلت الاوضه، قلت لها نيرة قدامهم هم قاعدين، كانوا قاعدين معاها في الاوضه شروق وفلانه وفلانه كانوا قاعدين وانا كنت قاعده معاهم. قلت لها نيرة يا نيرة عايزين نتكلم معاكي. انا واثقه فيكي، بس لو انت بتعملي حاجه كده انا عايزه انصحكي. البنت قاعده اللي هو مصدومه في ايه، يعني ايه الحوارات اللي بتيجي في راسي دي. قعدت طبيعي في ايه. قلت لها شروق واخده منك سكرينات وانت مكلمه شاب، وبعتها له صور مش كويسه، صور خاصه بيكي وكلام مش كويس. راح قالت ازاي، ايه ده، انا مش فاهمه حاجه. البنت ردت فعلها مش ردت فعل واحده عملت كده. نيرة اتصدمت، قالت والله ما حصل. قعدنا معاها، قالت طلعت بره تعيط منهاره. قالت انا والله ما عملت كده، انا والله ما عارفه الكلام ده، حرام عليكم تشكوا فيا زي كده، وكانت منهاره. شروق ما سكتش، هي ولا طه ما سكتوش. راحوا بعتوا رسائل البنات اللي قاعده معاها نيرة فوق، فلانه وفلانه، وقالوا لها انزلي تحت. فالبنات طبيعي نزلوا، شروق الليدر فاكيد حاجه مهمه عن الدفعه، فنزلوا معاها. قعدوا معاها، قالت لهم نيرة مش كويسه، نيرة ما تقعدوهاش معاكم. نيرة والله بني ادمه نظيفه ونعمه البنات بجد. انا مش عارفه اقول ايه، بس نيرة حرفيا اتقتلت. نيرة ما انتحرتش. شروق ما سكتتش، نزلت هي وطه الافندي بتاعها ده، نزلوا على جروب الدفعه، كل الدفعه شهدت كل حاجه، والسكنات تقريبا نزلت على السوشيال ميديا. البنت ساعه لما نزلوا التهديدات دي نيرة كانت نايمه، مسجله نيرة وسمعتنا تسجيل ده ولما جينا من السفر. سجلت لها وهي بتقول لها شروق، نيرة بتقول لها الكلام ده عليا. شروق بتقول لها انا ما اعرفش. قالت لها حرام عليكي، انت كده بتاذيني في الدفعه. ما حدش كان عارف الكلام عليه، ما حدش يعني في الدفعه كان عارف الكلام ده على ايه، يعني انتوا. قالت لها الساعه 5 بالظبط، عادي يعني جدا، بيقعدوا فيه بيذاكروا كده. فشروق قعدت ورنوا عليها وقعدت معاهم نيرة وطه وشروق. كانوا قاعدين قبل موتها بساعتين معاها، او ساعه ونص قبل وهي صايمه. نيرة اجت اعتذرت على الجروب، نزلت اعتذار على الجروب على حاجه ما عملتهاش. اضطرت، كانوا مهددينها، ومامت شروق قالت لها لو انت ما نزلتيش اعتذار على الجروب خلال ربع ساعه، انا والله ما هسيبك في حالك، انا هخلي بنتي تنشر السكرينات اللي معاها في كل جروبات الدفعه، هفصلك من المدينه، هفصلك من الجامعه. قلت لهم انا مش قادره. فضلت ترجع، ادوها حقن، شربوها ميه في السكن، يعني الميه غلط اصلا، بس طبيعي يعني هم شايفينها تعبانه فعايزين يدوا اي حاجه ينقذوها. تقريبا في قطه شربت من الكوبايه اللي نيرة شربت منها. القطه ماتت، لقوها ميته في السكن، ماتت يعني بعد ما نيرة ماتت مسمومه. نيرة ما انتحرتش، نيرة اتقتلت. حسب الله ونعم الوكيل فيها. كانوا بيكلموها بطريقه وحشه قدامي، اجوا عليها كتير، كسروا فيها وبهدلوها، ضغطوا عليها، ابتزوها.
نيره انسانه عاقله مش هتنتحر، وحسب الله ونعم الوكيل.